بين يديك. وخليني نكمل الكلمه ديالي، الله يرحم لك الوالدين، وخليني ننزل باش نخلي الناس اللايف ديالهم مزيان. ليعلم العالم أن حكام الجزائر لا يهمهم الإنسان الصحراوي وما يدخلهم فيه السيريا، ومزيدا من التصعيد هو عدم قدرتهم على الاستحواذ على خيرات الأقاليم الصحراوية. وهم يمارسون شتى أنواع التعذيب على الشعب الصحراوي والحط من كرامته وتجويعهم والقهر والحصار في جحيم غوانتاتيندوف. ناهيك بالأمس تم تعذيب فتاة فقط لمجرد أن عمها في إسبانيا ضد سياستهم، وكذلك اغتصاب القاصرات وتجنيد الأطفال والذهاب بهم إلى كوبا وجنوب إفريقيا من أجل تجنيدهم وسلب طفولتهم عما يزيد عن 48 سنة. هذا ملخص مقتضب، خير الكلام ما قل ودل. هنا هذا اللي عطيتك ريزومي، يعني ملخص ديال هذه المعاناة ديال أبناء العمومة، هم صحراويون أبناء العم. شيوخ القبائل اللي كاينين في الصحراء عندنا راه ما تنكريش لهاد الناس. الشريف انت اللي كتقول هما شعب صحراوي وانتم لا علاقة لكم بهم، هم شعب صحراوي كان مغرر بهم، وما يزيد عن 50 سنة وهم معذبون ومحاصرون وبل مسجونون. هذا هو اللي كاين. اذا تحياتي ولكم الكلمه وانا غنزل اختي. يعني بس عم يقدروا يتمشوا في الجزائر، يقدروا يجولوا في الجزائر هذول. لا بالرخصه يا اخي. والجزائري ما قد يدخل تندوف، والجزائر والعكس صحيح. شفت، والجزائري ما قد يدخل الا بالرخصه. انا باش تعرف تندوف محتجزه، يعني انت جزائري بصفتك جزائري ولا هذا اللي يتكلم معك ما تقد تدخل تندوف. خاصك انك خوتي كانوا عسكر ثم العسكر معروفه يدخل. العسكر راه يدخل العالم كامل. راه قد الجزائر قد صفات غدا العسكر لروسيا، والله قد المغرب صفات غدا العسكر الجزائري يعاونوها، قد الجزائر غدا صفات المغرب. يا غير نتقال لك على المواطنين، ما العسكر هو اللي محتجز مخيمات تندوف. اسمعوني نقول لكم حاجه، انا واش نعرفه، انا نعرف باللي هادو صحاب البوليزاريو كما نقولوا لهم صحاب الصحراء الغربيه، هادو عندهم كاع الحقوق في الجزائر، يجيبوا يروحوا للسعوديه. يا اخي هذيك غير كلمه طلقت عليهم، هذيك غير كلمه طلقت. ما شاء الله ما شاء الله. بحال الجزائر، رايك الجزائر متهمه معروفه بالطابور. لا ماشي كاع الجزائريين كيديروا الطابور، كاين واحد اللي ما كيشوفوه كاع كيصيفطوا غير السخار يتسخر لهم. يا غير الجزائر تهمت بالطابور كامله. هكا البوليزاريو